النهاردة هنعمل مع بعض محشي كرنب وهنشوفه هو بسيط ازاي. وطبعا اول ما بنقول محشي بنقول يا نهار ابيض، يعني احنا هنقعد اليوم كامل في المطبخ. طبعا ده لا خالص. يعني انا مثلا بجيب الكرنب وفي وقت اكون عارفة نفسي النهاردة فاضية مش ورايا حاجة خالص، بجيب الكرنب وبسلقه بقطعه بحطه في الفريزر. فلما اكون عايزة بقى اجيب اعمل محشي، بالاقي نفسي ان انا بطلعه من الفريزر جاهز، مجرد بس الحشو. وحتى في الحشو انا بسهلها على نفسي. يلا بينا علشان نشوف ازاي. انا دلوقتي هجيب حله واحطها على النار واحط فيها زيت، وحطيت فيها بصلتين كبار. طب البصل ده ايه؟ البصل ده برضو انا بجيبه تمام وبفرمه في الكبه وبحطه في الفريزر بملح وفلفل اسمر، ولما بحتاج بطلع بلاقي نفسي جاهز خالص وسهل. وبرضو الطماطم احنا شايفينها متلجه، برضو نفس الحكايه، بجيبها وبسبكها من غير اي توابل ولا اي حاجه تمام، وبرضو بحطها في الفريزر. بلاقي نفسي ان انا بطلع كل حاجه من الفريزر سهل خالص. حطيت في الطماطم تمام، الطماطم دي كيلو كامل، وحطيت معلقه كبيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من الكزبره الناشفه، ونص معلقه من الكمون. وبعد ما حطيت الخضره الرز طبعا غسلته كويس وصفيته، الخضره شبت وكزبره وبقدونس وحاجه بسيطه جدا من النعناع. وبعد كده قلبتهم. طبعا انا حطيت معلقه كبيره من الشطه وقرن كامل من الفلفل الحامي، وده طبعا بيكون اختياري. زي ما احنا شايفين جمال الكرنب يا جماعة، بجد زي ما قلنا كل حاجة نسهلها على نفسنا، مش هنحس بصعوبتها خالص. جبت الحلة دلوقتي وحطيت فيها معلقة كبيرة من الزيت. ولو عندك من الكرنب الأخضر بتسلقيه وبتحطيه من تحت علشان لو تخافي مثلا ان هو يتحرق منك او حاجة تمام. او بتحطي طماطم بصل فلفل اخضر زي ما انت عايزة. انا بصراحة ما بحبش احط اي حاجة خالص من تحت زي ما احنا شايفين. جبت دلوقتي مية سخنة تمام، وحطيت فيها من كل حاجة نص معلقة كبيرة ملح وفلفل اسمر، وكمان كزبرة ناشفة وكمون وشطة. طبعا برضو بنقول الشطة دي بتكون اختياري. وبعد كده بعد ما بقلبها بحط دلوقتي في الكرنب. المفروض ان انا احط الطبق الاول وبعد كده احط المية عليه، بس انا بصراحة نسيت اعمل كده. بس وبعد كده حطينا خلاص على النار وبنوطي عليها خالص زي ما بنوطي على الرز. فالخلطة زادت معايا، فهعمل ايه؟ جبت فلفل كوبي كان عندي، وبعد ما غسلته وشلت منه الراس، احنا بنشيل الراس مش بالسكينة، بندوس عليها بايدينا كده بصباعنا كده لتحت تمام. بتتفتح معانا على طول بنشيلها، وكده خلاص زي ما احنا شايفين معانا. وبس كده خلصت معانا حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب.